حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا النهارده مخلل ببلاش. انا ما جبتش عوضة من بره، يعني ما كلفنيش ولا جنيه. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك كملي معايا الفيديو وشوفي احنا عملنا ايه، وحطي اللايك واشتركي معايا في القناه. وتعالى اقول لك انا عملت المخلل ده ازاي. بصراحه طعمه تحفه، ويومين اتنين او تلاتة بكتير قوي وهتاكليه، ومش مكلف خالص ولا هنحط اي حاجه من بره، كله من جوه البيت. يلا بقى تابع معايا وقولي لي رأيك ايه. تعالي نخش بقى على الطريقة واقول لك انا عملت ايه. زي ما انت شايفة معايا كده دلوقتي انا معايا ايه. اوعى تكون لسه بترميه، لا انت كده خسرانة. اعمليه وصدقيني طعمه تحفة وحاجة ببلاش، ما كلفتيش نفسك اي حاجة. دوت العروق اللي بتطلع من الكرنب. انا جبت كذا كرنبة خزنتهم، ودلوقتي باقي معايا دوت ارميه. لا ما رميتهوش، انا خللته وعملت احلى مخلل، تكليف البيت ونضيف وحلو زي الفل ورخيص، مفيش اي تكاليف ولا كلفت نفسك ولا جنيه. ليه بقى ترميه؟ تعال اقولك انا عملته ازاي، وطعمه تحفة، وخلال يومين تلاتة هتاكليه. زي ما انت شايفة كده انا جبت العيدان زي ما كانت سليمة بعد ما قطعناها حتت حتت. قطعناها حتت صغيرة كده عشان تبقى سهلة علينا في الاكل. طبعا العروق دي مسلوقة، كده كده مسلوقة. هنعمل ايه؟ هنقطعها ونحطها في البرطمانات كده زي ما هي، مش هنحط عليها حاجة دلوقتي. هنحط ايه في البرطمانات بتاعتنا؟ هنرصهم الاول في البرطمانات واضغطي عليها حلو علشان تخرجي الهواء. ليه بقى بترميه؟ في ناس كتير بترميه ومع ان هو طعمه حلو، وكمان حاجة مش مكلفة خالص، وكله من جوه البيت. هنفضل بقى نعبي البرطمانات بتاعتنا. هقولك دلوقتي هنعمل المحلول بتاعه ازاي. اضغطي حلو عليه عشان تخرجي الهواء. يلا بقى حطي اللايك واشتركي معايا في القناة. وكده خلاص انا عبيت البرطمان بتاعي التاني كمان اهوت. وكمان هقولك هنعمل ايه. ده كده بعد ما ضغطت عليه حلو اوي وخرجت الهواء. هنجيب المية بتاعتنا السخنة اللي هي متبردة، يعني دافية معايا دلوقتي، وهنحط عليها ايه. طالما احنا عارفين كرنب يبقى عايز كمون، علشان يعني بعد ما يتاكل ما يتعبش البطن وكده زي ما انتوا عارفين. زي ما انتوا شايفين كده انا هحط ايه. كل لتر انا حطيت عليه 3 معالق. اولا انا دوت مسلوق. زي ما جيت سلقت الكرنب انا حاطه ملح، فهو يعتبر فيه ملح، فانا حطيت 3 معالق بس. وحطيت نص كوبايه خل زي ما انت شايفه كده، وهنحط الكمون او قللي الخل شويه لو انت عايزه تقلليه شويه عادي. وكمان هنحط كمون معلقه صغيره ومعلقه صغيره زيها شطه، بس كده، ولا اكتر ولا اقل. انا حطيت المكونات دي كلها على الميه، هنقلبها. الميه دي دافيه زي ما انت شايفه كده معايا، هي بتطلع بخار لان انا سبتها تهدى من شويه، يعني لسه فيها شويه سخونيه شويه، وده كمان بيسرع من عمليه السوا. انا كده ايه، بظبط الملح بتاعه. انا حطيت زي ما قلت لك 3 معالق على اللتر، لان هو اصلا كان محطوط ملح من الاول في السلق. بس انا بقول لك انت ظبطي الملح على حسب ذوقك، ما تمشيش على الملح معين، هو على حسب ما انت عايزه دوقي واعرفي. زي ما انت شايفه كده انا كده ظبطته خلاص. هبدا احط في البرطمانات بتاعتي. خلاص هو كده جاهز معايا. معايا ورق اللورة. هنحط على البرطمانات كده من فوق، بيحافظ عليه برضو، بيديه طعمه حلو طبعا زي ما انتم شايفين كده. بصوا طبعا زي ما انتم شايفين كده. وكمان هنحط على الوش حاجة تانية عشان تعزل الهواء، اكيد انت عارفة ايه هي.
هنبدأ بقى نحط المَيّة بتاعتنا وكده خلاص، أسهل منه ما فيش، وكلّه من البيت، ملح في البيت، شطة وكمون من البيت، شوية مَيّة غليناهم وسِبناهم يبردوا شوية، دوّة مقطّعينه مثلًا من الكرنب اللي جبناه كمية وقطّعنا منها دوّة واتبقى معانا، وشِلت منه كمان في الفريزر علشان لمّا آجي أسوي المحشي يبقى معايا أحط في الحلة من تحت، فزي ما أنتِ شايفة كده يعني الست الشاطرة بتحاول تدبّر بيتها، وده بيخلّي اللي يتحط جنب أي أكل وطعمه تحفة. عايزة بقى تقللي شطة أو تزودي براحتك، بس لازم كمون. هنفضل بقى نحط المية بتاعتنا ونملى لغاية الآخر علشان الهوا، وقلبي البرطمان من فوق لتحت عشان تخرجي منه الهوا. زي ما انت شايفة معايا كده، وكده مليت البرطمان معايا خلال 3 أيام، هتلاقيه خلاص بقى زي الفل معاكي تاكلي منه. هنملى التاني برضو ونخلص، طلعت الكمية مظبوط عليهم. على الوش هنعمل ايه؟ هنحط زيت علشان تعزل الهوا زي ما انت شايفة معايا كده. وكده خلاص انا خلصت البرطمانات بتاعتي وخلصت المخلل بتاعي. يا رب الوصفة تعجبك، وحط اللايك واشتركي معايا، وهننزل كل يوم فيديوهات حلوة تعجبك. وقولي لي رأيك، بترميه ولا بتستخدميه زي حالاتي كده؟ خسارة لو بترميه، اعمليه زي كده، ارميه في برطمانات وسيبيه يومين 3 وتاكلي أحلى مخلل زي ما انت شايفة كده. وكده خلاص خلصنا الوصفة بتاعتنا، يا رب تعجبك. زي ما انت شايفة كده شكله حلو قوي وطعمه أحلى. شُفتِ أنا كنت إيه، لو أنتِ بترمي يعني هتخسري برطمانين، شوفي برطمانين كبار زي إيه، زي دُولة كده، يبقى أنتِ ما عملتيش حاجة، فخسارة. فأنا باعملهم زي كده وبنستفاد منه، بيتحط جنب الأكل، زي ما أنتِ شايفة كده معايا. يالّا بقى حطّوا اللايك واشتركي بسرعة، بسرعة معايا في القناة وقولي لي رأيِك. وكده خلاص خلّصت الفيديو بتاعي، يا رب يعجبك. أشوفِك بقى إن شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة. حاولي قلّبي فيه من فوق لتحت علشان ما يبوظش معاكِ. سلام.